أجانب جدد في النصر، كواليس نارية عن الصفقات بالمركز والأدوار. بشرى سارة تشعل حماس لاعب النصر قبل نهائي الكاس ضد الهلال. المهدب يفاجئ جماهير النصر عودة بطل الدوري الاستثنائي. كيف علق رونالدو على استدعائه لقائمة البرتغال للمشاركة باليورو. وإذا كنت من محبي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، برجاء الاشتراك في القناة ليصلك الأخبار فور نزولها، واعمل اللايك ومتابعة لصفحتي. أجانب جدد في النصر، كواليس نارية عن الصفقات بالمركز والأدوار. يستعد نادي النصر لضم لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. النصر حسب التقارير الأخيرة سيضم خلال سوق الميركاتو الصيفي 5 صفقات أجنبية جديدة، وسيضم ثنائي في خط الدفاع محور في مركز اللاعب رقم 8 بوسط الميدان، بالإضافة إلى جناح أيمن. ويسعى العالمي لاستعادة موقعه على منصات التتويج خلال الموسم المقبل والفوز ببطولة دوري روشن لكرة القدم، ويحتاج لإعادة ترتيب أوراقه والعمل بشكل جيد في سوق الانتقالات الصيفي للتعزيز من قدرات الفريق الدفاعية والهجومية. ويلعب النصر نهاية الشهر الجاري ضد نادي الهلال ضمن منافسات نهائية بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يسعى الفريق لحصد لقب محلي قبل نهاية الموسم. بشرى سارة تشعل حماس لاعب النصر قبل نهائي الكاس ضد الهلال. كشف مصدر هام عن مفاجأة سارة للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل مواجهة نهائية كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال. ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره النصر مساء الجمعة الموافق لل31 من الشهر الجاري على ملعب الجوهر المشع بنهائي الكاس. وبحسب صحيفة الميدان فإنه من المقرر أن يستلم لاعب النصر غدا المكافأة الخاصة والمقدمة من عضو شرف كبير لم يتم ذكر اسمه داخل إدارة النصر، والتي وعد بها في حال وصول الفريق إلى نهائي كأس الملك. ولم تذكر الصحيفة اسم العضو تماما، إلا أن هذا القرار يمثل حافزا معنوي للاعب النصر قبل المواجهة المرتقبة أمام الهلال. وكان الهلال قد تعادل مؤخرا أمام النصر في الجولة الماضية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ملعب الأول بارك بالجولة 32 من دوري روشن. وسيواجه النصر غريمه الهلال هذا الموسم للمرة الخامسة بعد أن تواجه في بطولات كأس الملك سلمان للأندية ودوري روشن وكأس السوبر، وفاز النصر في مواجهة بينما تعادل في مباراة وحقق الهلال الفوز في مناسبته. المهدب يفاجئ جماهير النصر عودة بطل الدوري الاستثنائي. تتجه أنظار جماهير نادي النصر السعودي نحو مرحلة جديدة في تاريخ النادي مع تزايد المؤشرات حول تولي الأستاذ إبراهيم المهدب رئاسة مجلس إدارة النادي خلافا لمسلي المعمر. وكشف تقرير صحفي عن مفاجأة عن المهدب إلى جماهير النصر بشأن المجلس المرتقب حال فوزه برئاسة النادي بشكل رسمي. وفقا لصحيفة الميدان الرياضي فإن المرشح الجديد للرئاسة إبراهيم المهدب سيقدم اسم المدير التنفيذي السابق أحمد البريكي لتولي الإدارة التنفيذية لكرة القدم للموسم المقبل، وعدم تجديد عقد المدير التنفيذي الحالي البرازيلي مارسيلو سالاز. وكان البريكي قد تولى منصب المدير التنفيذي من قبل داخل النصر منذ مايو 2018 حتى يوليو 2019، ونجح من خلالها العالمي في التتويج بلقب دوري روشن للمحترفين للموسم 18 19 و2000 على حساب الهلال في موسم درامي مثير. وأثار هذا القرار مفاجأة كبرى، حيث أن الاتجاه العام كان باستمرار سالاز الذي كان خاصة أنه يمتلك علاقات جيدة داخل النادي خلال الوقت الحالي. وإلا أن البريكي أيضا يمتلك شعبية طاغية لدى جماهير العالم، خاصة وأنه كان مشرفا على التتويج الأخير للنصر ببطولة دوري روشن. كيف علق رونالدو على استدعائه لقائمة البرتغال للمشاركة باليورو. أعرب الأيقونة البرتغالية كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر عن سعادته البالغة بتمثيل منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024. وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البرتغالي لكرة القدم عن القائمة النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية تحت قيادة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو صاحب 39 عاما. وعبر رونالدو عبر ستوري الانستغرام عن سعادته كاتبا: فخور بتمثيل منتخب بلادي مرة أخرى في بطولة اليورو، سأحاول تقديم كل ما لدي.